هنعمل النهارده تحلية حلوة قوي كده، سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة في كل بيت. حلوة كده ساقعة ترطب على قلبنا في الحر اللي احنا فيه ده. شايفين الجو حر وصيف، عملت لكم كده حاجة حلوة تحطوها في التلاجة كده تسقع، تاكلوها كده ترطب على قلبكم كده قبل معدتكم. حاجة كده في منتهى الجمال بمكونات بسيطة وسهلة خالص، ان شاء الله موجودة في كل بيت. مش هنحتاج خالص غير شوية دقيق وحتة زبدة والدنيا كلها تبقى تمام. وصوص الشوكولاتة ده برضو سهل واقتصادي، هنعمله بشوية كاكاو كده وشوية سكر، يطلع معاكي احلى صوص شوكولاتة. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي لايك للفيديو عشان خاطر الوصفة الحلوة دي. ويلا نشوف الطريقة عملناها ازاي. اول حاجة كده معايا حلة او كسرولة او اي حاجة احطها على النار، وفيها كده 3 معالق كبار من السمنه. انا هنا مستعمله سمنه بلدي اللي هي الفلاحي. حتى بصوا المرته اهي، لما ساحت المرته اهي في قاع الحله. ممكن تستخدمي بدل السمنه زبده. تمام. هنزل عليها بكوبايتين من الدقيق، واي دقيق يا بنات انا بحب انخله. دخلت عليها كده كوبايتين من الدقيق. تمام. وهقلبهم بقى كويس كده مع بعض، واحمر كده الدقيق مع السمنه. ممكن تستخدمي خليط زبده على زيت، ممكن زبده فقط، ممكن سمنه اي نوع تحبيه، بس بالزيت مش هتكون احلى حاجه. فيفضل تستخدمي في الوصفه دي سمنه او زبده، اي سمنه بقى موجوده عندك، اي نوع بتستخدميه. قلبت بقى كويس كده لحد ما اشم ريحه الدقيق كده انه اتحمر. اروح بقى نازله عليهم ب4 كوبايات من اللبن بالتدريج، تضيفيهم واحده واحده وتقلبوا. يفضل يكون اللبن ساقع، واهم حاجه وانتي بتضيفي واحده واحده تقلبي كويس قوي علشان ما يكلكعش منك. عايزه اقول لكم الوصفه دي حلوه جدا ولذيذه قوي قوي قوي، ولما تعمليها وتحطيها في التلاجة كده تسقع، يا تاكلي منها بقى حاجه كده عظمه. المهم حطيت بقى كميه الدقيق كلها وقعدت اقلب. هفضل اقلب فيه لحد ما القوام بتاعي يبقى كريمي وخفيف كده، اللي هو ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، يبقى عامل زي المهلبيه. تمام. هضيف بقى كده معلقه صغيره كده من الفانيليا او كيسين كده من الفانيليا. وبعد كده هضيف كوبايه الا ربع سكر، يبقى معايا ال3 معالق زبده مع كوبايتين الدقيق، 4 كوبايات حليب، خدوا معايا كوبايه الا ربع من السكر. تمام. بس كده هي دي مكوناتي ومفيش اي حاجه تاني. شفتوا سهله وبسيطه ازاي؟ عايزه اقول لك لو انت بتحبي الحاجه مسكره قوي هتزودي سكر زي ما انت عايزه. في اللحظه دي بعد ما بتحطي السكر بتبداي تدوقي. تمام. هقلبه بقى كويس، يبتدي ان هو يغلي ويعمل فقاعات كده زي ما انتم شايفين. بيبقى كده خلاص استوى معايا. برفع بقى الخليط من على النار، وبقى كده جاهز معايا. هضيفه بقى في الكاسات او اطباق التقديم. انا عندي بقى هنا الكاسات دي هحط فيها. عايزه اقول لك الكوبايه الا ربع سكر اللي انا حطيته مخلينه مظبوط، طعمه مظبوط وحلو قوي. لو انت بقى بتحبي الحاجه مسكره قوي تقدري تزودي سكر زي ما انت عايزه. تقدري تقللي، بس هي كوبايه الا ربع من السكر على كوبايتين الدقيق و4 كوبايات اللبن كده حلوه ومظبوطه قوي. بعد ما تضيفي السكر بتقلبي وبتبداي تدوقي. حابه ان انت عايزه تضيفي سكر كمان ضيفي، بس ما تنسيش صوص الشوكولاته اللي هنحطه على الوش هيكون مسكر، فعشان ما تبقاش مسكره قوي. تمام. الخليط ده هنا عامل زي ايه؟ شفتوا البشاميل اللي كنت عاملاه معاكم قبل كده وعاملينه على البطاطا؟ هو ده خلطه البشاميل او مهلبية البشاميل اللي كنا حاطينها على صينية البطاطا. هو ده كان جميل جدا. فانا قلت اخليه هو كده اللي يبقى التوبنج بتاعنا، واحط على وشه صوص الشوكولاته. فحلو جدا جدا. هسيب لكم الفيديو بتاع صينيه البطاطا اللي هي بالبشاميل دي في نهايه الشاشه. تمام. عبيت بقى الكاسات كده. طب هتقولي لي انا ما عنديش كاسات يا ستي، الكل في اطباق التقديم عندك، عشان في ناس بتتفرج كده وتسيب الوصفه والمكونات وتسيب كله وتمسك في حاجات كده ايه اللي هو يعني ما تبقاش اسئله اساسا. يعني ممكن واحده تطلع تقول لي انا ما عنديش كاسات. طب يا حبيبتي انا الكاسات دي عادي موجوده عندي عشان التقديم. انت حطي في اي حاجه، في اي اطباق ازاز. جبت لك بقى اهي بصي جميع اشكال الاطباق بتاعه التقديم. حطي في اي حاجه ان شاء الله عندك. اطباق بتاعه المخلل، اطباق السلطه الصغيره، حطي في اي اطباق تعجبك. المهم خلاص بصوا بقى الكميه عملت معايا ما شاء الله قد ايه. حطيت بقى على الوش كده صوص الشوكولاته. صوص الشوكولاته ده انا عملته معاكم مرتين قبل كده تقريبا او 3 مرات. هسيب لكم برضو الفيديو بتاع صوص الشوكولاته في صندوق الوصف، وممكن برضو اسيبه لكم في التعليقات. هسيب لكم برضو الفيديو في نهايه الشاشه عشان اللي عايز يتفرج على الفيديو على طول. في اخر الفيديو كده تابعي الفيديو للاخر، هتلاقي الفيديو بتاع الصوص الشوكولاته هيظهر قدامك، وبرضو الفيديو بتاع البطاطا. اهم حاجه تمشي على الخطوات مظبوطه، هتطلعي احلى صوص شوكولاته. شويه كاكاو على شويه سكر على معلقتين زيت هيطلع معاكي الصوص الجميل ده. ممكن كمان تجيبي الشوكولاته الخام
وتسيحيها كده في الميكروويف او على حمام ميه، يعني تحطي عليها شويه لبن كده علشان يعني نعملها صوص شوكولاته، فاهمين؟ ان هي تبقى سايله كده. ميه لبن سخن وتحطيه عليه برضو هيطلع معاكي كده. هنا الاطباق التانية اللي هي الطويله شويه زي المركب دي، حطيت عليها كده الصوص، يعني حاجه بسيطه، ما رضيتش اغطيه كله. زيني بقى باي حاجه عندك. انا زينت هنا الاطباق اللي هي المركب دي بشوكليت شيبس. الاطباق التانية كده زينتها ببندق، ممكن تسيبيها كده، ممكن تزيني بسوداني، بقطع كده من الشوكولاته، سيبيها كده زي ما تحبي. التزيين ده بقى بتاعك، واي حاجه موجوده عندك زيني بيها. ما فيش عندك تزيين هتسيبيها كده، ما فيش اي مشكله. اهم حاجه ان انت هتاكلي كده طعم جميل وحلو قوي. يعني التوبنج ده حاجه كده لذيذه جدا. والطبق ده لو انت اشتريتيه اصلا من بره هتشتريه بمبلغ وقدره، واحنا عملناه بشويه حاجات كده بسيطه في البيت. حاجه سهله كده وخفيفه وجميله وتشرفك كده قدام ضيوفك. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش يا حبايب قلبي لايك للفيديو وتعملوها، وتقولي لي، ترجعوا تقولي رايكم ايه في الكومنتات. اسيبكم بقى في رعايه الله وحفظه. ما تنسوش لايك للفيديو. عايزه اقولك على حاجه مهمه، بتتاكل وهي ساقعه بتكون احلى بكتير، وبترطب على قلبنا كده زي ما قلت لكم. بتحطيها في التلاجة تسقع لمده ساعه كده او ساعتين، وتطلعي بقى وتاكلي، هتاكلي وتدوقي كده احلى تحليه. حاجه لذيذه جدا جدا، لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. خلاص كده خلص الفيديو بتاعنا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. مستنية رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.